يلا بقى نسمي الله كده مع بعض ونخش كده على اول سؤال عندنا في مكتوب في الهوم بيرفورمانس، نقرا كده ونشوف هو بيتكلم على ايه. وكويستشن نمبر 1 يقول لك ايه؟ يقول لك choose the correct answer which electron arrangement for the outer shell electron في الكوفالنت compound is correct. طيب حلو قوي كده. معنى كده ان هو هيلعبها لي تمانيات، هيخش على الحاج لويس ويلعب تمانيات. نبص كده اول واحده، اتش عندها اتنين هنا، اتش عليها اي حاجه من فوق تبقى غلط. قلنا الاتش هي وحيدة شريدة، هي تعمل شرطة واحدة وشكرا على كده. تشرب واحدة تاخد واحدة، خلصت. طيب نبص كده على سيودي، هتلاقي ان سيودي هم زي بعض، يعني الاتشات هنا مظبوطة والاتشات هنا كمان مظبوطة. طب مين اللي مختلف؟ النيتروجين. ابص هنا الاقي ان النيتروجين فعلا عندها لون بيرفو. هي دي حقيقة فعلا. ليه؟ لان انا لما تمسك كده باتش وتمسك هنا في اتش وتمسك هنا في اتش، لو جينا نعد البوند بير اللي عند النيتروجين هنلاقي 3. احنا قلنا دايما كل بوند بير بنزل صباعين. يبقى انا كده نزلت 2 4 6، يبقى فاضل لي كام نقطة، كام الكترون؟ 2. احطهم هنا في ايه؟ بوند بير. يبقى الرايت انسر عندي هي سي. تعال نشوف which of the following molecule has a central atom that does not reach the electronic configuration of a noble gas. انا هوقفك هنا ثانية واحدة، قلت لك احفظهم. هم الثلاثة الاشهر اللي عندنا، البسلة 5. وقلت لك بعد كده هو يعني للأسف هو راجل أي الأدب، بف 3 وصف 6. مفيش تاني اكتر من كده. طب بص، is surrounded by largest number of البوند الكترون. خلاص احنا قلنا ده عنده بوند بير، ده عنده 5 فعنده 2 الكترون، ده عنده 3 فعنده 6، ده عنده 12، كلهم ما عندهمش 8، يبقى على واحد اس اف 6. معروفه ومحفوظه على طول. طيب وكويشن نمبر 3 لك which of the following choices represent a non-polar molecule with the largest number of lone pairs. حلو قوي الكلام ده كله. مين عنده؟ هو اول حاجه بص بقى، انا بقسم السؤال which of the following choices represent non-polar molecule. non-polar molecule ده يبقى انت عندك two options، هو من 0 لحد 0.4. ولو هو جاب لك البيرو رخم عليك ماشي. which of the following has the largest number of اللون pair. السي اتش 4 انا حافظ ان ما عندهاش. ليه؟ لان الكربون هي بتعمل 4 مع الاتش، والاتش اصلا كده كده ما عندهاش، ودي ما عندهاش اي لون بير. طب النيتروجين ماسكه في تريبل بوند هنا، فبقى عندي لون بير هنا ولون بير هنا. عرفت منين؟ بص على النيتروجين دي عامله كام شرطه، 1 2 3. يبقى نزلت 2 الكترون، نزلت 2 الكترون، نزلت 2 الكترون، يبقى انت فاضل لك 2 تحطهم هنا. فدي عندها 2. طب بص هنا، ده اصلا بولر فده اوت اوف ماي كويستشن. طب بص على الكربون دايوكسيد، هنا الكربون ماسكه في الاو، هنا الكربون ماسكه في الاو. تعال نبص على كل اكسجينيه لوحدها. بص على الاوقيه دي، عامله 2 بون بير، يعني عامله كانها متاخد منها 4 الكترون، فيبقى فاضل لها 2. ادي 1 2 3 4. تمام كده. 3 ايه 4. طب ودي هيبقى عندها 4 برضه. تعالى كده بس نرسم الاكسجينيه اللي وقعت مننا دي اهي. طيب يبقى مين عنده هنا؟ ده عنده كده 4 لون بير، يبقى رايت انسر هي سي. حلو قوي. خش على question number 4. ده من الكويستشنز يعني نقراه كده مع بعض. يقول لك which of the following statement about the molecule NH3. ده من الكويستشنز اللذيذه لسبب، يعني انا لسه ما قريتش الاجابات، بس الامونيا بتيجي كتير قوي في الامتحانات. طيب each hydrogen atom donate a pair of electrons to a nitrogen atom. pair؟ لا شكرا، مفيش الكلام ده كله. ودونيت كمان لا، هي بتشير، يبقى دي غلط تماما. there are double covalent bond between nitrogen والهيدروجين. لا يعني ده الهيدروجين غالبا بتعمل واحده بس، يبقى دي غلط. there are single covalent bond between each hydrogen atom، يعني الهيدروجين وبعضها. غلط تماما. ليه؟ بص يا سيدي، خليك حافظ ان شكل الامونيا عامل كده، وعندي لون بير. حلو قوي كده. طب there are 3 shared pair of electron in molecule. ايوه فعلا، 3 من النيتروجين، واحده مع كل هيدروجين. which of the following choices explain the polarity of الهيدروجين chloride. طالما جاب لك polarity سيبك من اسم الكومباوند، يبقى لازم اقول لك ان الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي more than 0.4 less than 1.7. complete transfer electron للكلورين اتوم لا. ممكن برضو يرخم عليك هنا بالمناسبه في حاجه، يقول لك والله ان في واحده فيهم واخده بارشال نيجاتيف والثانيه واخده بارشال بوزيتيف. قول له اوكي انا موافق. displacement of electron cloud toward the more electronegative atom without electron transfer. دي صح. the difference in electronegativity between الهيدروجين والكلوريد is 0.4. لا دي تبقى non polar. linear special space لا. قلنا ده الكربون دايوكسيد، واحده تشد كده وواحده تشد كده، شكرا، يبقى ما تنفعش. يبقى الرايت انسر عندي هي بي. طب لو انا مش فاهم بي، هقول لك ان انا ادي الاتش وادي السي ال،
دي شدت اكتر، خدت بارشال نيجاتيف، دي خدت بارشال بوزيتيف، البوند اتشدت لهنا اكتر، فالالكترون كلاود اتزحزحت كده اكتر، فبقت عندها دي اكتر. طيب ونخش على question number 6. يقول لك which of the following molecules has the highest solubility in polar solvent؟ مين اللي عندها اعلى solubility في البولار solvent؟ يبقى بالتالي هي لازم اصلا يا اما تكون بولار يا اما يديك فرق تحسب بيه الالكترونيجاتيفيتي، عشان تعرف ان هي قريبه قوي لل 1.7. طب السي اتش 4 لا شكرا، ده اصلا احنا عارفين الديفرنس بتاعه 0.4، عارفين ان الديفرنس بتاعه ايه 0.4. طيب السي ال والسي ال لا ده بيور شكرا ما ينفعش. طب الكربون دايوكسيد، ادي الكربون ماسكه هنا بزيرو، ماسكه هنا بزيرو، قلنا لما دي بتشد ودي بتشد يبقى عندها النت دايبول مومنت ايكوال زيرو، ما عندهاش. طب مين البولر اللي احنا قلنا حفظها؟ الامونيا. خلي بالك جروب 5 ايه، ركز بقى عشان المعلومه دي مهمه، لو انت مش عارفها اعرفها دلوقتي. جروب 5 ايه اهم 2 elements عندي، النيتروجين والفوسفورس، هندرسهم بالتفصيل في تشابتر 2، ولكن اللي يهمني انك انت تبقى عارف ان اغلبهم عندهم الشكل ده. هنا بقى ماسك في اتش مش فارقه، ماسك هنا في سي ال مش فارقه، ماسك في زي بعضهم، كل ده انا تمام. طب امال ايه الفكره؟ الفكره ان انا عندي لون بير هنا، وده هيأثر على الشكل عندي زي ما هنشوف كده ان شاء الله في ليسون 2 سوا في الاستيريو ستراكشر عندي والدنيا عندي ماشيه ازاي. بس هي الفكره كلها ان انا عندي كده في دايبول مومنت. يعني ايه دايبول مومنت؟ دي احنا لسه كده كده هنشرحها ان شاء الله. بس هي الفكره كلها في قوه شد وجذب مختلفه، يعني في شد كده بانجلز مختلفه فعملت بولاريتي. نفس الفكره لو شلت الان حطيت بي، هي بالظبط. يعني لو انت عملتها بي سي ال سي ال سي ال، ارسمهم كده واعمل لي هنا لون بير، يبقى انت كده ايه خلصت الدنيا كلها. طيب حلو قوي الكلام ده، يبقى ده بولر ده بولر، جاب لك دي جاب لك الثانيه، اوعى تتلخبط لان هي كده كده جروب 5 ايه. طيب حلو قوي كده. which of the following او which Lewis dot structure represent البوندنج بتاع البوتاسيوم ايودايد؟ خلاص انت عارف ان البوتاسيوم ميتال والايودايد نون ميتال، يبقى دي ايونيك بوند، يبقى اوتوماتيك واحد هيلوس واحد هيجين، يبقى الشكل ده 100%. انما البوتاسيوم يجين ده مستحيل، انما يقعدوا يعملوا كده شكل في كوفالنت بوند ايا مكان هو ايه برضه ستيل ده مستحيل، يبقى الرايت انسر هي ايه. طب ال idea of binding covalent drug in treating virus is based on ايه؟ forming temporary ionic bond with the virus protein. لا هي ما بتعملش ionic bond، بتعمل covalent. عشان اسمها covalent drug حتى. covalent bonding with the virus protein to inhibit its action صح. increasing molecular mass انا ماليش دعوه بالماس. breaking the covalent bond of the infected cell لا هي بتعمل binding بتلزق. طب وقلنا بنشوفها ازاي ونشوف الدنيا عندي ازاي ونشوف الاكتف ازاي ونشوف اللي خرج ازاي؟ بالماس سبكتروميتر او سبكترومتر. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بص سألك عليها. The device used to estimate the molecular mass of a covalent drug before and after it binds to the virus protein is mass spectrometer. دي حفظ اوتوماتيك يعني. طيب واخر سؤال عندنا في الهوم performance، تعال نشوف which of the following reactions is expected to be the fastest. خلاص طالما fastest يبقى لازم يحصل between ionic compounds. قلنا كده نفس التقييم اللي فات، وهنقول كده دلوقتي تاني مع بعض. reaction of hydrogen gas ده covalent، صوديوم كلورايد ايونيك والسيلفر نيتريت ايونيك تفورم ابريسبتيت، مفيش اسرع منه، ده انستنتينيوس. رياكشن اوف كوفالنت دراج كوفالنت شكرا. رياكشن اوف الميثين ده ستيل كوفالنت، يبقى كلهم لا. طيب المره اللي فاتت كان جايبه رياكشن، المره دي جايبه كده، فيبقى خلي بالك معنى ان في حاجه اتكررت في تقييمين ورا بعض ان ده سؤال مهم او دي بوينت مهم لازم نركز عليه. ده سطر مكتوب عندك كده ان الايونيك كومباوند رياكت انستنتينيوس او سبونتينيوس رياكشن شكرا. بص طالما سألك عليه كذا مرة يبقى ستيل لازم تركز عليه. طيب تعالوا كده نخش على الويكلي اسسمنت ونشوف هم عاملينهم ثلاث اختبارات يعني او ثلاثة صغننين كده زي ما بيقولوا. تعالوا نشوف موست اوف الكوفالنت كومباوند ماشي دو نوت كوندكت الكتريستي، احنا عارفين الكلام ده كله. طب ليه؟ تعالوا نبص واحدة واحدة. هل هي بتديني ايونز؟ لا. طب تعالى نشوف، تعالى نحل كده اول واحد، اكتبها بطريقتك يعني. انا اقول لك وين مثلا covalent compound dissolves، ده بكتب عربي اصلا؟ لا سهي بس. when covalent compounds dissolves in water it مثلا cannot gives free ions مثلا او cannot be ionized، فخلاص so it cannot conduct electricity. كربون دايوكسيد molecule is non-polar، قلنا الكلمة دي في الشرح
وانا هنتكلم فيها في استفاضه كده في اول بارت في ليسون 3 بعد ما نكون خلصنا الستيريو ستراكشر وحفظناه. بس والله ممكن اقول لك because the stereo structure of CCO2 molecule is linear and has zero dipole moment. يعني قوة الشد هنا زي قوة الشد هنا، فبالتالي الاتنين عندي واحد. مش متخيلها قوي، هقولك تعالى بسرعة كده. شرحناها أكتر من مرة، قلت لك ده exception احفظه، على الرغم من إن أنا عندي هنا partial negative، عندي هنا difference في الالكترونيجاتيفيتي، ولكن قوة الشد كده زي قوة الشد كده، يبقى العزم قصاد العزم يلغوا بعض. طيب تعالى using ال following element A15 B و C ماشي. which of them can form with hydrogen ionic compound؟ يبقى أنا محتاج metal، يبقى أنا محتاج إيه؟ metal. تعالى نبص كده واحدة واحدة على إيه. تعالى نغير اللون بقى عشان خاطر إيه، نحاول نشوف. تعالى نبص على إيه. إيه بالنسبة لي هو A15. طب اعمله بالتوزيعة القديمة، لو أنت شاطر هتقولي ده الفوسفورس، بس أنا مش شاطر زيك، فبالتالي ايه بالنسبة لي هي تبقى الفوسفورس. طيب بي بالنسبة لي هي الصوديوم، برضو ستيل انا مش شاطر. تعال نشوف، هتبقى 2 8 1. ده عنده less than 1. يبقى ممكن ده يكون ميتال. طب تعال نشوف اللي بعدها سي. سي هو الفلورين، برضو انا ستيل مش شاطر. ده 2 7، انا بوزع عادي خالص اهو، يبقى ده محتاج 1. ماشي، ده كلام جميل. خد الدي 6، ده 2 4، ده الكربون، ده محتاج يعمل 4. طيب بص يا سيدي، تعال نشوف الايونيك كومباوندز. الايونيك كومباوندز عندي لازم تحصل between metal و non metal. which of them can form with hydrogen؟ تقول له البي 11. كلام جميل. polar covalent compound، خلاص انا حافظ ان هي الاتش مع الهالوجين، اللي هي الفلورين كلورين برومين، اتش اف اتش سي ال اتش بي ار، كله تمام. طيب يبقى بالنسبه لي مين زيهم؟ اللي عايز واحده الكترون تبقى السي 9. وانا لسه قايل لك من شويه، بص فوق، لسه قايل لك خلي بالك من النيتروجين والفوسفورس، يبقى كمان الفوسفورس عندي يقدر يعمل polar covalent compound. طيب حلو قوي كده. تعال نشوف the diagram below represent the Lewis electron dot symbol of 3 different element، ادي x و y و w. طيب write the chemical formula for the possible ionic compound. ionic يعني لازم يكون metal و non metal. طب الميتال عنده في الفالنس electron 1 2 3، ما عنديش تاني اكتر من كده، يبقى لازم يكون x. طيب يبقى الاكس ركز معايا بقى عشان هنكتب الكلام ده كله مع بعض. x ده عنده 2، يبقى ده عندي حاجه اسمها divalent. دايفالنت يعني يقدر يلوز 2 الكترون، يعني بوزيتيف 2. يعني الاكس لما اجي اكتبها هكتب كده بوزيتيف 2 واروح منزل تحتيها 2. طب بص على الواي، ده ناقص له 3. ناقص له 3 ده يبقى تراي فالنت، بس هنا الواي هتبقى نيجاتيف 3، فاروح منزل ال 3 هنا واسويتش ما بينهم، هتبقى اكس 3 واي 2. ده اول ايونيك بوسيبيليتي عندي. طب هنا ده فاضل له نقطه واحده يا عيني، فده بالنسبه لي يبقى مونو فالنت. طيب مونو فالنت، يبقى لو هكتب الكومباوند التاني الايونيك يبقى هكتب اكس بلس 2 W minus 1، هنزل ال 2 هنزل ال 1 هنا. طيب للي مش فاكر الحته بتاعت الفالنسي جت منين، فاضل له كام ويبقى نوبل جاز؟ فاضل له انه يرمي الاثنين دول في الزباله، يبقى بوزيتيف 2. طب ده فاضل له كام؟ عايز هنا يخش له 3 يبقى نيجاتيف 3، حد عايز هنا يخش له واحده يبقى نيجاتيف 1، يبقى ساعتها تقول اكس دبليو 2. بس هم دول الايه البوسيبل ايونيك كومباوندز عندي، ما عنديش تاني اكتر من كده. طيب الموست covalent compound are characterized by low boiling melting point. this is actually true. طب ازاي؟ تعال بص كده نجاوبها سوا. هي يعني اتكلمناها زيها في التقييم اللي فات، بس ممكن تقول because of the weak attraction force in the molecule ضعيف، مش شادين بعض قوي، فبالتالي اول ما هوب نار بقينا خلاص. شكرا. بورون ترايفلورايد molecule is non-polar. ماشي، هكتبها لك دلوقتي وهرسمها لك برضو عشان دي حته في الاستيريو ستراكشر بتاعت الليكتشر الجايه، بس يعني تمام. تعالى كده نكتبها مع بعض. بف 3 ده is planar triangle، نفس الفكره and has zero
dipole moment. طب يلا خد حتة كده من حتة الدايبول مومنت دلوقتي ونشوف كده نتكلم فيها سوا. الفكرة كلها ان هم مش سايبين لنا مساحة نجاوب فيها، ماشي، بس الاف اف اف هو ده شكله. لما تيجي توصلهم مع بعض عشان بس تفهم فكرة البلانر تريانجل جت منين، جت كده، ده شكله تريانجل بالظبط. طب وبعدين انا فهمت ايه يعني لما جت كده؟ فهمت ان دي هتشد الالكترون بنفس القوة دي بنفس القوة دي، فالتلاتة بنفس المومنت وفي اتجاهات مختلفة يكنسل ايتش اذر. يبقى بالنسبة لي ده أصبح بالنسبة لي نون بولر بسبب القصة دي. طيب كلام جميل، تعالى كده نحل شوية مع بعض ونكمل حل. يقولك A B C، ده هما نفس اللي فاتوا. خلاص عرفت ده بقى فوسفورس صوديوم وده فلورايد ده أو فلورين يعني وده كربون، ماشي. Which of them can form a non-polar covalent compound؟ خلاص بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا عرفنا البي بولر، عارفين ان الاف طول عمرها بولر فهتبقى الكربون اللي هي دي. طب covalent compounds or molecule contain 3 bond pair and 1 lone pair. حلو قوي كده، لازم خلي بالك انا بتكلم هنا with hydrogen. يبقى بالنسبه لي كده كده بسم الله الرحمن الرحيم بي دي ملغيه من حساباتي لان هو عايز كوفالنت، ماشي. طيب 3 بوند بير و1 لون بير، يبقى خلاص الايه ايه ده، عرفتها منين؟ انا لسه راسمها لك فوق. لما نيجي نفكر مثلا دي اتش اف، لما تيجي تفكر في حاجه زي الاتش اف هتلاقي ان انت عندك هنا 3 لون بير وواحده بس بوند بير، يبقى العكس. طب لما تيجي تفكر في الكربون هتلاقي ان الكربون ماسكه في هيدروجين ماسكه في هيدروجين ماسكه في هيدروجين ماسكه في هيدروجين لان هي عايزه 4، فبالتالي تبقى دي تعمل 4 بوند بير ومفيش ولا واحده لون بير. امال التانيه فين؟ اهي برضو. يبقى معنى كده خلي بالك، شوف الحته دي جت كام مره في الاسئله لحد دلوقتي، فلازم تخلي بالك ما بينهم. طب حلو قوي كده، تعال نبص على الدياجرام below represent الايه اللويس electron dot symbol of 3 different element، ماشي. write the formal compound molecule contain 10 lone pair و3 bond pair، يبقى ده covalent. يبقى بالنسبه لي دي كده out of ايه out of the question. حلو قوي. والسؤال ده بالظبط بالنص احنا حليناه مع بعض في الحصه، فتعالى كده نشوف عندنا ايه اللي حصل. بص يا سيدي، هي الفكره كلها انت عايز 3 بوند بير، خليك ابتدي من البوند بير. يعني ايه ابتدي من البوند بير؟ يعني ده مونوفيلنت انا لسه قايلك من شويه، كلام جميل. طب وده تراي فيلنت، يعني ممكن الواحده من دي، يعني ممكن الواحده من واي تمسك في 3 من الاكس عشان يبقوا تمام، ماشي. يبقى حط لي واي هنا في النص، حط لي سوري تمسك في 3 من دبليو مش من اكس، دي كده ودي كده ودي كده، واعمل لي شرطه شرطه شرطه. طب وبعدين عد على ايدك كده وتعالى نجرب. يعني ايه عد على ايدي وتعالى نجرب؟ يعني بص كده الواي عندها هنا 1 2 3، حط لها يا سيدي الايه الاتنين اللي فاضلين ده. قلنا كل شرطه بنزل صباعين من ايديا. طب بص كده على دبليو، هي يا عيني ما عندهاش غير واحده، هنا الدبليو ما عندهاش غير واحده، هنا الدبليو ما عندهاش غير واحده، يبقى اي واحده فيهم شبه التانيه. طب الدبليو عندها 2 يبقى فاضل لها 6، ادي 1 2 3 4 5 6. طب هنا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. وفعليا كده يبقى انت عملت الثري بوند بير اهم، ادي 1 ادي 2 ادي 3، وعملت 10 لون بير 3 عند كل دبليو، يبقى 3 في 3 ب 9، 3 ملتبلاي ب 3 ب 9، وواحده بس عند الواي يبقى 10. ماشي، تعالى كده نشوف اخر امتحان. يقول لك والله state the scientific reason for الهيدروجين كلورايد molecule is polar. ما خلاص قال لك اي كومباوند في الدنيا is polar، جاوب القصه دي. عايز تديله اجابه طويله تمام، عايز تديله مختصره تمام، انا هقول لك على اجابتين. والله ممكن تقول له because the difference in electronegativity in HCl molecule is greater than 0.4 and less than 1.7. او ممكن تقول له حاجة تانية بقى، ممكن تقول له بقى due to the appearance of، لو انت فاهم اوي يعني of partial negative charge مثلا the atom
partial negative charge on hydrogen atom. طيب امونيا جاز dissolve in water greater than الكربون دايوكسيد. خلاص لو قال لك السؤال ده ماشي، واحد بيدوب واحد ما بيدوبش، يبقى ده بولر وده نون بولر ايا ما كان هو غير اسم الكومباوند ولا لا. طب واحد قال لك واحد بيدوب اكتر من التاني، يبقى الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي بتاعت ده اعلى من اللي ما بيدوبش. يعني كل ما الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي زاد، كل ما البولاريتي زادت، كل ما يدوب احسن. طب تعالى نشوف، ممكن هنا تقول له ايه؟ because ammonia is polar covalent compound while carbon dioxide is non-polar covalent compound. طيب حلو قوي كده، نفس برضو الثلاث حاجات. طيب which of them can form with hydrogen ايه؟ تعال نبص على القصة دي. covalent compound whose molecule contains 3 lone pair 1 bond لسه سبحان الله لسه قايلينها فوق. يعملها مع السي، هيمسك في السي كده، هي محتاجة واحدة بالظبط، اللي هي كأنها بدل ما نشيل اللي هي السي نحط بقى الفلورين، نحط الاف، يبقى عندها 3 لون بير، 1 2 3 4 5 6 6 الكترون، يبقى عندها 3 لون بير، يبقى انت السي، يبقى انت السي نوع. covalent compound whose molecule contain 4 bond pair دي برافو، لسه قايلينها برضو من شوية، ان الكربون هتمسك هنا في هيدروجين، تمسك هنا في هيدروجين، تمسك هنا في هيدروجين، تمسك هنا في هيدروجين، وشكرا. طيب the diagram below show ماشي represent the lowest electron dot sample of 3 different element x و y و z دلوقتي chemical formula. طب ما ده نفس السؤال اللي فوق. طب لحظة كده بقى، نرجع ايه يعني كالعادة نرجع للتقنيات العربي كده ونشوف هم قال في حاجة مترجمة غلط ولا هل في حاجة صعبة ولا ايه الدنيا، واجيلكوا تاني. تمام اوكي ماشي. للأسف التقنيات العربي هو الموديل ايه ده كان مكتوب فيه المفروض يعني ان هو عايز حاجة اسمها non polar covalent compound ماشي. والسؤال بتاع اللي هو الموديل ايه يعني موجود مكان موديل سي، مش فارقة كتير. تعالوا نحل السؤال ده، يعني هو ده السؤال اللي فيه الاختلاف، يعني اشطب على ده كده عندك وتعالى حل معايا على السؤال ده. non polar covalent compound، يبقى انا بالتالي محتاج حاجة تبقى بيور. حلو كده، سوري ما كانش كاتب non polar، هو سوري كان كاتب pure covalent compound. تمام، يبقى انا محتاج ده او ده. خلاص اعمل بقى حاجة اسمها y2 and w2. طب مش فاهمها قوي، الواي ده النيتروجين خلي بالك، او الفوسفورس تعمل ان ماسكة كده بقت بيور. طب اللي هنا السي ال مثلا تعمل سي ال ماسكة في سي ال تبقى برضو بيور. يبقى انت عندك الكيميكال فورمولا عندك هما اتنين، كل واحدة فيهم تمسك في التانية. طب ليه انا شلت دي؟ عشان هو قال لي كوفيلنت، اصلا مش هدخل ميتال عندي في القصة طالما عندي كوفيلنت. وبكده يكون ده اخر سؤال عندنا، كان فيه لخبطة بس دايما يعني بخير. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام عليكم.